مازا بن طالب عوار، مازا بن طالب عوار، قويري بن بوعلي. قويري بن بوعلي. دو زاتاكون دو بوات. ولا تلعب بواحد معناتها ما تلحقش كاع للمرمى، لازم تلعب بزوج باش دير خطوره على 4 دفاعات ولا 3 هما، ولا لعبوا لك ب3 راح تلعب اثنين دير 3 واللي يكونوا على اروقه كل واحد يحكم الزميل ديالو. ولا دوك هما يلعبوا لك ب3 مدافعين وانت تخاف تلعب بزوج مهاجمين، راح تلعب مهاجم واحد معناتها باش تلحق للمرمى لازم البلوك تاعك تطولوا. انا ربما اختلف معكم قليلا. انا اشوف بان محرز سيكون اساسي، لأن بيتكوفيتش يحتاج خبرة محرز وثقل محرز واسم محرز في مثل هذه المباريات الكبيرة. أنا شخصيا أتوقع أن يكون محرز كأساسي، بينما الأمور في الدفاع ستكون غامضة جدا 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 ميدو، لأنه على الرواق الأيمن يمكن أن يلعب شرقي كما يمكن أن يلعب بالغالي، حتى عبادة وما أبانه من إمكانيات مع المنتخب وفي الفترة الأخيرة أيضا يستحق فرصة. لكن الأمور غير محسومة بين بلغالي وشرقي على الجهة اليمنى. أيضا في وسط الدفاع فيه غموض، إن كان سيلعب بن سبعيني سنلعب بخطة، إن لم يلعب بن سبعيني ممكن أن نشاهد جوان حجام يخلفه، ويمكن أن نشاهد حتى شرقي في وسط الدفاع، يمكن أن نشاهد ماندي شرقي محمد وبالعيد. قلت لنا واش راكم تشوفوا انتم في التشكيله. نعم. احنا مدينا لك على حسب واش انا نشوفه، ولكن الكلمه الاخيره المدرب هو اللي حيمدد التشكيله. هل تعتقدون بانه سيجرب التشكيله الاساسيه التي ستواجه بالطبع الارجنتين؟ بالطبع محمد، باش ما عندكش الوقت. نعم، عندك مباراتين فقط. اذا سيكشف التشكيله الاساسيه على الاقل نسبه من التشكيله. صح. انا نعرف حاجه محمد. محرز ولا لعبتوا مع هولندا بوليفيا، لعبوا مع الارجنتين، ماشي ما تلعبوا مع هولندا ولا بوليفيا ومن بعد كي يجي الارجنتين ما تلعبوش. تدخل بخطه واحده اخرى. هذه الاشكال. واش انا نشوفوا حنايا مباراتين تطبيقيتين يعطيك الصحه للفكره التي ينوي ان يلعب بها امام المنتخب الارجنتيني. هذوما مباريات ميدوش خليك دوكا ميدوش تكلم لكش على الريتم، قال لك لازم لاعبين لازم يكونوا بالاحاسيس. ولا ما تحش قبل المقابله الاولى اللي راح تلعبها مع الارجنتين وقتاش تلعب اللاعبين هذو. نعم، اعطينا التشكيله المحتمله لمنتخب هولندا. ميدو تفضل بالتعليق عليها. اسماء كبيره ورانا منتخب عالمي وقوي، المنتخب الهولندي أكيد، خاصة ستكون مواجهته شاقه جدا، خاصة على مستوى وسط الميدان. لما تشوف وسط الميدان فيه جرافنبرش ليفربول، ديونغ برشلونة، وتيجاني رايندرز لاعب نادي مانشستر سيتي. حتى في خط الدفاع لما تشوف الحارس فيربروغن، حارس نادي برايتون واحد من افضل الحراس هذا الموسم في الدوري الهولندي. دامفريز، فان ديك ني با بريزونتي، فان ديفان رغم الموسم الصعب مع توتنهام الى انه يبقى واحد من افضل المدافعين في العالم في المحور. نايتان اكي على الجهه اليسرى، ولا حتى هاتو لاعب نادي تشيلسي الظهير الايسر. في الهجوم ما عندوش كثير الخيارات، عنده ديباي وغاكبو بالاضافه الى مايلان اللي راح يكون نظن باللي هذه التشكيله الاساسيه للمنتخب الهولندي. بعد عنده فيغورست كيميرا بوبو قلب هجوم ثاني، عنده جاستين كلايفرت ايضا لاعب بورنموث اللي راح يكون ربما معوض ولا رومبلاسون تاع غاكبو ممكن يبدا. ذلك عندهم تشكيله جيده المنتخب الهولندي. لما تشوف هذه الاسماء حتى هو جاي من اجل المنافسه كالعاده في كاس العالم والذهاب الى ابعد الادوار الممكنه. المنتخب عنده تقاليد كبيره في كاس العالم، صحيح لم يتوج لكنه خسر 3 النهائيات، زوج في سنوات السبعينيات والاخر سنه 2010. من هم اللاعبون الذين تتوقع بروزهم في مواجهه المنتخب الهولندي؟ وسط ميدان في 3 ملاح محمد، والهجوم لا بالنسبه للمنتخب الجزائري احنا توعنا لجوا. نتمنى مازا ان شاء الله يتالق، نتمنى بدا بن طالب يكون في المستوى. نعم. والدفاع تاعنا والهجوم ثاني تيكونوا يقدروا يديروا خطوره على اي منافس كي نعطيو لهم الثقه باش يلعبوا تيتيلار. المهاجمين قويري ولا بن بوعلي ولا اللي يكون في الهجوم ولا محرز لازم يبينوا باللي يقدروا يديروا دونجي قدام المنافسين اللي في الخصم. امين. ننتظر مباراه كبيره من ايت نوري مثلا، من مازا، من قويري، كلهم يكونوا حاضرين. نعم، نتمنى كل اللاعبين يكونوا حاضرين. الذين تتوقع بروزهم انت؟ ان شاء الله قويري، لانه راح يكون امام اختبار قوي جدا. راح تواجه واحد من احسن الدفاعات في العالم.
فان دايك فان ديفين زوج وحوش في محور الدفاع. دومفريز على الجهه اليمنى، اكي على الجهه اليسرى، قويين اقوياء جدا جدا جدا. ولكن لازم توفر له الدعم القويري، لانه اذا خليت قويري معزول ما راح يدير والو. انا نقولها لك الان لازم يكون الدعم، يكونوا الخطوط متقاربه خصوصا بين الوسط والهجوم، ولازم يكونوا ايضا في بعض الاحيان تقدم من اللاعبين اللي يجوا من الخلف باش يعاونوا في الهجوم. لانه نقول اعيد واكرر، تخلي قويري وحده ما عنده ما يدير لك امام فان دايك وفان ديفان، تخليش معزول. لازم على الاقل لاعب كيما عموره، لاعب كيما شايبي اللي يقدر يكون قويري مهاجم ويلعب كمحطه ويلعب صحابه. وعلاش هضرت لك على بن بوعلي؟ ما تقدرش تخلي النفيدمي ماشي مهاجم صريح. النفيدمي يزيد يجيك للوسط باش يطلب الكره، تولي معزول، ما عندك حتى واحد في الدفاع. لازم لك واحد اللي يكون كما يقول لك في البوكس باش اجل ازعاج المدافع، باش المحور الدفاع تاعهم ما يخرج، الاخر يطلع بالكره محمد ويجيب الزياده العدديه. وعندهم وسط الميدان يعرف يبني وقويين. دو يونغ يوصل لك حتى الوسط، حتى كما يقول لك اللي 18 تاعنا محمد من اللاعبين الممتازين اللي يعرف يلعب بالكره بدون كره، يعرف يوزع، يعرف يمرر، يعرف يراوغ، يعرف يدير كلش. دو يونغ ما انت ما تعطيلهمش المساحات، ولا مدينا لهم المساحات مع الهجوم تاعهم اللي قويين وسريعين وزيد اقوياء. محمد دائما يروحوا لك الواحد ضد واحد، يروحوا لك. لازم دائما دير التغطيه كيف يقول لك لو ماركاج ولا كوفرتور. لازم دير التغطيه ودير الحراسه على اي لاعب اللي يكون، ولا وحدك دير الماركاج لواحد محمد راك تحصل. لازم دائما تكون التغطيه. ميدو، مباراة هولندا هي مباراة تحولات سريعة، هل يمكن أن نشاهد عمورة في التشكيلة الأساسية؟ ما نظنش نلعبوا بزاف تاع تحولات، مباراة تحولات سريعة نعم، لكن كان شيء مهم جدا أيضا يجب أن لا نغفله، هو أنه احنا مثلا امام منتخب نيجيريا عانينا، صح، لاننا ماشي ما نعرفوش نديروا تحولات سريعه، لكن عانينا من الضغط العالي للمنتخب المنتخب النيجيري اللي كان ils nous ont étouffés. Mais le problème c'était quoi? C'était les joueurs du milieu de terrain اللي ما عندهمش بزاف لا كاباسيتي انهم يشدوا الكره لاطول فتره ممكنه. في المباريات مثل هذه ما تحوش على ما عندكش انت ريتم تاع منتخب انجلترا مثلا، ولا تروح طالع هابط تدخل في هذاك الريتم في لافولي هذيك اكسيون باكسيون. جنون هذا. انت لازم tu dois maîtriser il faut avoir les moyens de sa politique ou bien la politique de ses moyens. يجب ان تسير مباراتك بما تملكه أنت من إمكانيات وليس بما يملكه الخصم. دير حسابات الخصم، أوكي تغلقيتو لي بوان فور تاعهم، الاناليز فيديو اللي تندار، أو لي بوان فور هاو كيفاش يماركيو الديبلاسمون تو سا. وي مي بصح أنت أيضا لازم تبني على روحك. تفو دي جوا كي صاف غاردي لابا، لازم اللاعبين يعرفوا يحتفظوا بالكره، يشدوها في اوقات تحت الضغط، لانه لو تروح تدخل في هذاك الريتم اشاك فاي بريسي وكيديوها لك ما راكش راح تقدر تشد لا بدنيا ولا فنيا. عندك لاعبين عندهم خبره، عندك بن طالب مثلا في وسط الميدان عنده خبره كبيره ولعب حتى مونديال 2014. نعم. شوف انا واش نشوف سو لو بلون تاكتيك، كلمه السر في وسط الميدان كاين بوداوي شايبي ومازا. مازا وشايبي لا ميتريز تكنيك اللي عندهم ما شاء الله، يعني يعرفوا يحتفظوا بالكره، سي دي دريبلور اي تو يبوف اليميني لي جوار. عندك بوداوي سي لان دي جوار لي بلوز انتيليجون في اللعب، ذكي جدا في لعبه. il n'est pas obligé de courir 50 متر باش يدير انترسيبسيون، مي نو البلاسمون ديالو دائما يسبلاس دون لي ميور زوندروا، يعني صار ما يكونش حاضر بوداوي. نعم، لانه ذكي جدا في التموقع فوق ارضيه الميدان، والذكاء يغلب القوه البدنيه، لانه التموقع لقطع الكره وكل شيء الذكاء بلا ما دير لي زيفور فو فيرمي لي زونغل دو باس اي تو. ان شاء الله نديروا مباراه في المستوى ان شاء الله. شكرا جزيلا لك ميدو.